بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. إزاي تعرف نوع ملفات الهارد أو نوع الهارد؟ هل هو MBR أو GPT؟ علشان لما تيجي تحرق نسخة ويندوز على الفلاشة تكون متوافقة مع نظام الهارد وتسطب معاك وتشتغل معاك بشكل طبيعي، ما تعملش أي مشاكل. الموضوع بكل بساطة يا حضرات هو انك بتخش على ماي كمبيوتر، بتختار مانج، ومنها بتختار ديسك مانجمنت. هنا بيظهر الهارد بتاع حضرتك، ولو مركب هاردات تانية بتظهر معاك هنا، ولو مركب فلاشة برضو بتظهر معاك هنا. كل اللي حضرتك هتعمله انك هتقف على الهارد اللي عليه الويندوز، كليك يمين وتختار بروبرتيز، هتفتح معاك نافذة بالشكل ده. هنختار منها فوليوم، وهنخش على السطر الرابع. هنا كاتب ليا بارتيشن ستايل، يعني نظام البارتيشنات. كاتب هنا ماستر بوت ريكورد، المعروفة اختصارا ب MBR. يبقى الهارد بتاعنا يا حضرات MBR. طيب لغاية كده تمام. علشان بقى لما تيجي تنسخ الويندوز على تحرق الويندوز اللي هو نسخة الايزو على الفلاشة، تختار الفلاشة MBR علشان تتوافق مع الهارد بتاعك، وما تيجي تسطب تكمل معاك وما تديكاش رسائل خطأ وتشتغل بشكل طبيعي. طيب لو الهارد GPT، يبقى هتخلي نظام الفلاشة اللي هتحرق عليها الايزو هتخليها GPT علشان تتوافق مع الهارد بتاع حضرتك. طيب هو ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان الهاردات القديمة نظامها اللي هو MBR، اللي هو زي اللي معانا دلوقتي اللي بنشرح عليه الدرس ده. اما الهاردات الحديثة علشان مساحات اكبر وتقنيات احدث، فبتكون متسيستمة او معمولة على نظام GPT اللي هو النظام الحديث. ده كان فيديو بسيط يا حضرات نقدر نعرف من خلاله ازاي نوفق بين نسخة الايزو وازاي ننسخها بالشكل الصحيح على الفلاشة عشان تتوافق مع نوع الهارد اللي عند حضرتك. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وكومنت بشير، ولو اول مرة تشوف القناة اشترك وفعل زر التنبيهات على الكل حتى يصلك اشعار بكل جديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.